سلام البنات متتبعي قناتي وصفة مع صابرينا، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وياماتكم حلوين وباهيين كيما انتوما. نصليو كامل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونبداو لا فيديو تاعنا اليوم اللي جبت لكم فيه واحد الحلوى هايلة، حلوة السنيوة. يعني سهلة مهلة، ديريها في السنيوة وتجي هشيشة. شوف الموس يدخل وحده. عادكش هذه مازالت جديدة، كي تزيدو تخبيوها تزيد تطرى اكثر واكثر. شوف تجي روعة، والذوق تاعها هايل هايل هايل. تبعوا معايا لا فيديو باش تشوفوني كيفاش خدمتها وتشوفوا المقادير. شوفوا لهنا عندي زوج مغارف تاع زبدة ذوبتهم، وزدت المتبقي باش نكمل كاس تاع الزيت، وعندي 4 بيضات بحرارة الغرفة، ولا كانوا باردين حطوهم شويه في الماء السخون رايحه تتنحى لهم البروده ثمثم. شوفوا لهنا نزيدوا رشه تاع الملح هكذا باش نعادلوا الذوق، ونزيدوا لهنا مغرفه صغيره تاع لا باتاغون تاع الفراز. هذه اذا توفرت عندكم يجي ذوق هايل. كما تعرفوا ذوق الفراز يتماشى مع الشوكولا. زاد ثاني كاس تاع سكر، ومغرفة متوسطة تاع لافاني، والله أنا لهنا استعملت العطر تاع المزهر. نخلطوا المكونات بالباتور كامل مع بعضهم اللي حطيناهم حتى يذوب لنا السكر، ونتحصلوا على خليط يكون يبيض لنا شويه. انا لهنا درت نص مغرفه تاع شاي تاع البخاليني تاع الكاوكاو، كنت خدمته عندي في الدار. نخليكم في صندوق الوصف كيفاش تخدموه، ولا تحبوا ديروا نص كاوكاو مرحي يكون رقيق. ولا هنا رحت نزيد هذاك الخليط تاعي تاع الزيت وزوج مغارف تاع مارغرين ذوبوهم كما قلت لكم. زيدوه بشويه حتى تخلصوا الكميه كامل. كي تزيدوه بشويه وتخلطوا من بعد العجينه تاعكم ماهيش رايحه تطلق لكم هذاك ليدام. ولا هنا درت نص كاس تاع مايزينا ولا نشاء الذرة، وزوج باكيات تاع خميرة كيميائية، يعني 20 غرام تاع خميرة كيميائية. ورحت نزيد الفارينة الكاس الأول ونخلط ونزيد حتى تتحصلوا على عجينة تكون طرية في يدكم. كي تعودوا تخلطوا تتلاصق، مي كي تمسوها بصبعكم الاخر ناشف تكون ما تلصق لكمش فيه. انا لهنا دات لي نورمالمون 4 كيسان تاع فارينة. الفارينة تقدروا تزيدوا شوي تقدروا تنقصوا سا ديبون. كاين الفارينة اللي تشرب بزاف، كاين اللي ما تشربش، كل وحده والنوعيه تاعها. فوالا شوفوا ما تعجنوش، تخلطوا غير بصبعكم حتى كيما قلت لكم تمسوا بيدكم الناشفه العجينه تاعكم ماهيش رايحه تلصق لكم، وكي تشكلوها كره رايحه تتشكل معكم بكل سهوله. لهنا قسمت العجينه تاعي على 2. وحده درت لها مغرفه تاع كاكاو خيروا هذاك اللي يجي بني والذوق تاعو مليح، وزدت لها مغرفه تاع تويسكو الغبرة تاع الشوكولا. حبيتها باسكو تويسكو لوغو تاعها مليح، حبيت يجيني فيها ذوق الشوكولا معزز. والعجينة الاخرى خليتها كيما راهي بذوق الفراولة. تحبوا العجينه الاخرى تزيدوا لها شوي كولورون باش تجيكم حمرا كيما تحبوا. شوفوا لهنا بسطت العجينه الاولى في البلا تاعي، وزدت العجينه الثانيه على بابي كويسون، ورايحه نحطها على العجينه الاولى. لهنا البلا استعملوا بلا يكون متوسط، ما تستعملوش البلا الكبير، خلاص يكون متوسط. شوفوا لهنا هاني زدت العجينه الدوزيام على الاولى وسقمتها. سويوا السطح بيدكم هكذا باش يجي العجينه السطح تاعها مستوي.
شوفوا لهنا ذوبت 100 غرام تاع شوكولا، زدت لها مغرفة تاع زيت ورايحة بعد ما طابت لي الحلوى تاعي. دخلوها، شوفوا طيبوها على فرن مسخن مسبقا على 180 درجة حتى تشوفوها حمرت لكم في الجوانب. تشعلوا لها شوية من الفوق باش تحمروها شوية برك ماشي بزاف. وكي تبرد لكم استناوها حتى تبرد وفرغوا عليها هذه شوكولا ولا الكلاصاج هذا تاع الشوكولا. شوفوا ايطاليوه بيان هكذا باش تغطيو لو غاتو تاعكم. انا لهنا زينت بالشوكولا ثاني، برشتها هكذا بالموس وزينت بها. تزيين اختياري، تحبوا ديروا مكسرات، تحبوا خطوط من الشوكولا البيضاء كيما تحبوا، يعني انتوما واش توفر عندكم. بعد ما تبرد لي الحلوى تاعي مليح، شوفوا نروح نحيلها الجوانب ونروح نقطعها هكذا كاروات. ديروا 3 صباع وقطعوا هكذا يجيكم الكاروات تاعكم باهيين. شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها، حلوة خفيفة وهشيشة روعة. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة حبيباتي، واللي أول مرة شافت القناة تشترك وتفعل الجرس هكذا باهي يوصلها جديد، وتخلي لي جيم وكومنتير باهي كيما هي. سلام.